معقولة الجوع والطمع وصل لهذا الحد؟ الراجل لازم يحمي زوجته وبناته الأربعة من اخواته الطماعين. الجشع والطمع والحقد بيعمل أكتر من كده. ايه هو الموضوع وايه هي الحكاية هتعرفوها. كان في راجل في قرية اسمها كفر الطيفة في محافظة كفر الشيخ. الراجل كبير قرب على سن ال60 وتعبان وعنده السكر. قاعد هو وزوجته اللي بتراعيه ومعاه أربعة أربعة بناته وما عندهوش أولاد صبيان. فقرر إنه يكتب ميراثه لأولاده البنات. علشان كده كان بيفكر في أولاده طول الوقت ونفسه إن يتمنى لهم عيشة هنية. فكتب لهم نصيبهم. ولما اخواته عرفوا زعلوا واتخانقوا معاه. اكيد عارف ان اخواته مش حنينين وطماعين، وعلشان كده عمل كده مع اولاده. وطبعا ده مش حرام علشان بيكتب لهم ورثهم وهو عايش، يعني الراجل على قيد الحياة. وطبعا ده شرع ربنا. فطبعا زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، شايفين الراجل وجاي بالطوب وعمال يكسر في العربية وعمال يتخانق مع اخوهم. وكمان زي ما انتم شايفين كده في الصورة كان في ست لابسه خمار وعماله تحدف البيت بتاعهم بالطوب وتتخانق. طبعا انا يعني عامله الصوت لان كان في الفاظ خارجه، فما كانش ينفع اللي انا اجيب لكم الصوت. كل ده عشان ايه يا جماعه؟ كل ده علشان ايه؟ علشان ورث، علشان الميراث. الاخوات يعملوا كده ببعضهم. طبعا شايفين الصورة اهي وشايفين الست وشايفين الاخوات. يعني بجد احنا بقينا في زمن العجائب. كل ده علشان كان بيفكر في اولاده الاربعة اللي هم البنات، كتب لهم ورثهم والراجل كان على قيد الحياة. فكان طبعا يعني بيفكر فيهم طول الوقت، والراجل يعني مسن وداخل في ال60 وتعبان وعنده السكر. فعلشان يحميهم من اخواته يعني عم العيال فكتب لهم ورثهم. فزي ما انتم شايفين كده في الصورة، يعني حاجة استغفر الله العظيم يا رب. طبعا احنا بقينا في زمن لا في اخ بقى بيحب اخوه ولا الاخت بتحب اختها. بقينا في زمن العجائب. حتى الصديقة تيجي تحكي لهم على حاجة يديكوا بس ظهرهم يقول على كل اسرارهم. بص يا حبايبي، يعني حاجة استغفر الله العظيم يا رب.